اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، الحاج بعد الطواف يخرج إلى المسعى ويتجه إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة فيوحد الله تعالى ويكبره ويحمده سبحانه، ثم يأتي بالذكر ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يصل إلى العلم الأخضر، فيسعى الرجل سعيا شديدا إن تيسر له الركض ولا يؤذي أحدا، فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني مشى، ثم بعد ذلك يصل إلى المروة، ثم ينزل من المروة ويقف على الصفا، يقف على المروة مثل ما وقف على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا، فإذا وصل إلى العلم الآخر سعى بينه وبين الثاني سعيا شديدا، فإذا أتم 7 أشواط مبتدئا بالصفا خاتما بالمروة حلق رأسه إن كان رجلا معتمرا أو متمتعا، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن قدر أنملة، والأنملة هي رأس الأصبع. وإذا كان وقت الحج قريب وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها الشعر فإن الأفضل في حقه التقصير ليحلق بقية رأسه في الحج، ليحلق بقية رأسه في الحج. فإن لم يكن معه هذا مع القارن أو المفرد، فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء بالإحرام، إلا أن يكون قارنا أو مفردا قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا بعد التحلل يوم النحر. فإذا لم يكن مع القارن أو المفرد هدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة ويفعل ما يفعل المتمتع. وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة قبل أن تطوف بالبيت ولم تطهر حتى يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها وتعتبر بذلك قارنة بين الحج والعمرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.